اللقاء المنتظر مباراة النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي. التوتر بيسيطر على جمهور وعشاق النادي الأهلي في الدنيا كلها. كل الأهلوية قلقانين، كل الأهلوية مستعدين، كل الأهلوية مترقبين رؤية أعظم نادي في الكون في المحفل العالمي والمحفل الدولي الكبير والكبير جدا، مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في بطولة الانتر كونتيننتال. الناس كلها، أنا عارف إن الأهلوية كلهم أعصابهم، الأعصاب في ذمة الله يا شباب، الأعصاب في ذمة الله. أنا واحد من الناس متوتر وقلقان. الكلام اللي بعته ليك والله يا أستاذة هبة لسه ما بصيتش في أي حاجة ولا قريت أي حاجة. أنا قلت أطلع 5 دقايق بالظبط معاكم عشان حصل لي العصر ورايح بقى أستعد للمباراة مع أصدقائي وحبايبي وإخواتي اللي هشاهد معاهم المباراة. طالعين من بدري جدا، الساعة لسه 3، يعني متبقي 4 ساعات على المباراة وعلى اللقاء، والناس كلها منتظرة والناس كلها مترقبة رؤية النادي الأهلي. أنا عارف إن كل الأهلوية مستنيين من امبارح على إن الكابتن محمود الخطيب قال أحمد يحيى. الكلام ده غير صحيح بالمرة، والكلام ده مش مظبوط. لو النادي الأهلي عايز يمشي إمام عاشور هيمشيه، وإمام عاشور طول ما هو بيلعب كورة هيجي له عروض، ولكن الكابتن الخطيب لا طلب من أحمد يحيى إنه يشوف عرض الإمام. طيب ما النادي الاهلي لو عايز يبيع امام هيقول احمد يحيى هيشوف عرض الامام ليه؟ لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط، والكلام ده غير صحيح. وبعدين بصراحة مش وقته الكلام في حاجة زي دي دلوقتي. الناس كلها منتظرة مباراة النادي الاهلي وباتشوكا المكسيكي، المنافس العنيد والمنافس القوي. مباراة هامة، مباراة قوية، مباراة معركة تكسير عظام حرفيا. خناقة يا جماعة بلغة الكورة، خناقة كبيرة جدا 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 ما بين النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي. كل الناس بتقول يا رب، عشاق النادي الأهلي في كل مكان بالملايين مستنيين ومنتظرين النادي الأهلي في مواجهة باتشوكا المكسيكي. يا رب يا رب يا رب فرحة لجمهور النادي الأهلي، يا رب فرحة مدوية تهز القلوب وتهز أرجاء المعمورة وتهز العالم كله. يا ما نفسي يا شباب، وإمام هيجيب جول كمان. يا رب يا رب يا رب يا هبة، ده انت كده عايزة الزملكاوية يعني بصي يبقى في حرايق وشياط وزلازل النهاردة عند نادي الزمالك يا هبة. طيب المباراة النهاردة صعبة، خلينا متفقين ان المباراة صعبة، المباراة قوية، المباراة قوية، مفيش خلاف على كده. مفيش خلاف ان المباراة ديت من اصعب المباريات في تاريخ النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي كله بيمني نفسه بالفوز على باتشوكا المكسيكي. جمهور النادي الاهلي كله بيمني نفسه بالفوز على باتشوكا المكسيكي، والكل منتظر لقاء الحلم الاهلي وريال مدريد الاسباني. الكل متشوق، الكل عايز يلاعب ريال مدريد الاسباني. يا رب يا رب يا رب يا رب تكتر افراحنا، يا رب تنصرنا، يا رب تفرح كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب بالليل الساعة 9 نرقص كلنا ونغني اغاني النادي الاهلي الجميلة ونفرح كلنا بفوز مدوية. والله العظيم يا هبة نفسي اطلع بالليل واقول لكم النادي الاهلي يضرب موعدا ناريا مع العملاق الاسباني ريال مدريد الاسباني. اوهو هتبقى فرحة ما بعدها فرحة. ماذا تخبئ قارئة الفنجان لجمهور النادي الاهلي؟ يا ترى العبقري مانويل جوزيه العبقري مانويل جوزيه قال العبقري مارسيل كولر هيفرحنا ويفرح جمهور النادي الاهلي ويسعد جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين، ولا بقى باتشوكا المكسيكي هيكون ليه رأي اخر في مواجهة عملاق القارة الافريقية وبطل ابطال القارة الافريقية ونادي القرن في القارة الافريقية النادي الاهلي؟ يا رب يا رب يا رب فرحة تدمع لها العين. يا رب يا رب يا رب تنصرنا، يا رب تفرحنا، يا رب تفرح كل جمهور النادي الاهلي. يا رب النهارده ما تجعل اهلاوي ينام الا فرحان، وما تجعل اهلاوي ينام الا مبسوط وسعيد وهو بيغني من التالتة شمال بتهز جبال وباعلى صوت. دايما بنشجع الابطال. مستر كولر اكيد هو عارف هو بيعمل ايه. كل الدعم النهارده للنادي الاهلي.